كان في علاقة حُب، وبعدين كانت داخلة في خطوبة، يعني الموضوع كان آه. ماشي رسمي جدًا وماشي طبيعي جدًا، والموضوع ما كملش. فبدأت هو بدأ يحصل له down، وبدأت عنده حياته كلّها تختلف، حالته تختلف، تركيزه في مذاكرته، اهتمامه بالرياضة اللي كان بيمارسها، يعني نقدر نقول اتشقلب. فلمّا ندوّر ورا الموضوع، الموضوع خلصان بالcoaching برضه، أنتِ زي ما أنتِ عارفة إحنا ما بنقولش طب شوف كذا، طب اعمل ما كذا، بننصحش أكيد، بننصحش صح، حاجة. صح. الأسئلة اللي هو بيقعد يفكّر فيها ويجاوب عليها، هو بدأ يكتشف إن هو الموضوع خلص، وخلص بقى له فترة، وهو حتى الآن مركّز فيه ومدخّله جوّه دايرة التأثير، إمم. وفاكر إنه هو متحكّم في الموضوع ده، ومتحكّم لسه في تصرفاتها، أو متحكّم بقى في علاقاتها، أو متحكّم في الناس اللي تعرفها، نفسه إنه متحكّم في إنها إزاي تعامله. لأ، الموضوع ده كلّه خلص، إمم. هي خرجت إمم. برّه الدايرة القريّبة إمم. اللي كان في بينكم وبين بعض تواصل قوي، إمم. وفي تأثير وفي تحكُّم، مش تحكُّم بمعنى كلمة تحكُّم، إمم. ولكن إن أنا قادر أدير هذه إمم. العلاقة إمم. لدايرة تانية خالص، بعيدة خالص، إمم. دايرة أنت مهتم تبُص عليها، وهو كمان بدأ يشوف السوشيال ميديا مثلًا بتاعتها وهي بتعمل إيه، وكل ده بيعمل عليه ضغط وبيعمل عليه load. أول ما بدأ هو يشوف ده ويفكّر في ده ويبُص للموضوع ده من منظور مختلف، يخلّيني أبقى أحسن.